سفير دولة الخسائر تعدى حدوده خلال اجتماع كان حضره سفير المملكة المغربية في أثيوبيا، وتطاول على جلالة الملك محمد السادس بمنتهى الخسة كما هي عادتهم. فقام سفير المملكة المغربية مرمده وأعطاه أزواجا وأفرادا بما يستحق وبشكل واضح جدا، والناس كلها غلطت سفير الجزائر وقعدت تهدي سفير المملكة. فسفير الجزائر لما سمع الرد اللي يستحقه اتكمش وقعد ساكت كما هي عادة الجبناء، دار راسه أسد وتطاول وتهجم. فلما خد على دماغه كبش وكمش وبدأ يتكلم عن الإخوة بشكل يبين لك أن هؤلاء سلوكهم كده. شوف الفيديو واستنى احكي لك بقية الحكاية. حيوان salopard. Mais le président ne fallait pas qu'il lui donne la parole comme ça. On est en train d'insulter. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير لا بأس عليكم. هي دي عادتهم، انه يقل ادبه ويتطاول يجس نبضك، لو سكت ورديت عليه بادب يتفرعن ويتعنطر ويتعنطز ويقل ادبه زياده ويتطاول، وهو دي عادتهم. لكن لو لقى فيك بأس ورديت عليه بما يستحق، وخد بالك من دي وحط تحتها 10 خطوط لان دي اللي هنتكلم فيها، بما يستحق ويليق بيه، يتكمش بقى ويبتدي يتكلم الإخوة والإسلام وإنما المؤمنون إخوة ومش عارف إيه والخيط الأبيض والكلام البطيخ اللي لا يودي ولا يجيب. لأنه لو إنسان سوي نورمال عارف حدوده جيدا لا يتعدى حدوده ولا يتخطى واجبات مهنته، وبما إنه تخطاها بهذا الشكل البائس بتاع شغل الشوارع ده اللي هم اعتادوا عليه، يبقى يستحق انه ياخد على دماغه بهذا الشكل، يستحق انه يترد عليه بما يليق بيه. لانه مشكلة دول وانا جربتهم، انا عشت معاهم التجربة دي، انا كنا في حالنا. جه تطاول وقل ادبه ويسب يسب يسب، وده مارسوه مع ناس كتيرة وبالذات على السوشيال ميديا. فالناس تقول لك يا عم ايه خلاص، ويبتدي يتراجع عشان ما يدخلش هذا المستنقع فيتفرعن الرجل والنيف ولقد ألجمناهم ولقد مش عارف ايه. انما لما يلاقيك بتمحط فيه ومستمر في ما يبتدي بقى يدخل لك من السكه الثانيه، انما الاسلام وانما المؤمنون وانما الخيط الابيض وانما الظفر والمش عارف الضفر واللحم، ويبتدي يدخل لك في سكه ثانيه. انما طول ما انت ساكت وبتتحاشاهم بلا نخوه وبلا ادب وبلا اصول وبلا دين، يدخل في الاعراض ويدخل في كل شيء. دي عادته. انما ترد عليه ويلاقي فيك بأس وتمحطه يبتدي يتباكى، ودي اسلوبهم اللي اتعلموه من الشيعة واللي اتعلموه من السوفيت، واسلوب الخسة اللي فيهم دائما يعنطر ويفرعن زي صوفيا كده، زي مشاكرة، زي كل اللي بتشوفهم دول يعنطر ويعنطز، مجرد ما تمحطه يقلب مش. هم دي مشكلتهم، ولذلك الرد عليه بما يليق بيه ما يكررهاش تاني، ما يكررهاش وغيره ما يكررهاش. انما التعامل معاه بادبياتك انت وباخلاقك انت وبتربيتك انت يعتبره ضعف، يعتبره لقد الجمناهم، لقد مش عارف ايه. زي ما بيدخلوا كده يقول لك الا نسبك يوميا الا تتراجع. ولا مين قال ان السب بيخوف؟ طب ما انا شلحتك وغيري شلحك، بالعكس ده يعيبك انت. يعني هذا السفير قليل الادب اللي في اثيوبيا ده كله تدخل، كل السفراء اللي موجودين هدوا سفير المغرب وقال له معلش طب احنا عذرينك صح معاك حق، وبقوا يهدوه هو وسابوا المش التاني قاعد يمضغ في الكلام بمنتهى قله الادب. مالك ومال ملك المغرب؟ مالك ومال ملك المغرب؟ يعني انت المفروض اللي انا افهمه ان عداوتك تبقى مع فرنسا. ماكرون اللي كل ما يقابلوا عبد المجيد معرفش ايه عنقوا انجيجيه بتاع العريس والعروسه ده ويقطع صداغهم البوس، يقطع احناكم البوس، ده اللي المفروض عندك عداوه معاه، ده اللي قطع راس جدك مثلا يعني. او السوفييت مثلا
عشان العروبه والاسلام والبلا بلا بلا مثلا. يعني انت قاعد تعمل عنتريات على بلد جار مسلم يسالم فيك دائما ويمد لك يد السلام دائما، حتى في برامجكم بمنتهى الخسه والوضاعه وقله الادب عملتوا دميه على شكل الملك وقعدتوا قلتوا ادبكم في برنامج تلفزيوني وما ردش المغرب عليك، فظنيت ان انت سبع يعني. لكن المغرب سياسته كده، ما بيردش على قله الادب دي، بيتجاهلهم لانهم قدرهم صغير اقزام، ما بيردش عليهم. ما ينفعش نظام بحجم نظام المغرب ودوله بحجم دوله المغرب ترد على براهش، وده انا ماشي اتفهمه. انما قاعد انت في اجتماع في سفاره في اثيوبيا بتناقش قضيه ما في اجتماع اممي، ليه قله الادب والتطاول يعني؟ طب لو قلبناها وعكسناها وسفير المغرب هو اللي تطاول على شرابة الخرج ده، مع ان ده شرابة خرج عبد المجيد ما اعرفش ايه، قزم تافه ملوش لازمه والعالم كله متفق على هذا. لو حصل العكس كنت عملتوا ايه؟ كانت قامت الدنيا واعتبرتوها عدوان وهددتوا بالجيش وبالسلاح وبالعسكر وبالجيش التحرير الوطني الحر صح؟ انما لا، الجزائري هو كده مبدأهم كلهم انا اسب. انت ما تتكلمش عن الجزائر، تغسل فمك قبل ما تتكلم عن الجزائر. انما احنا صحافتنا وتلفزيوناتنا وكل حياتنا نفعل ما نشاء ونسب كما نشاء ونتعدى على تراث وتاريخ ونقل ادبنا كما نشاء، لكن انت اغسل فمك قبل ان تتحدث عن الجزائر. ايه قلة الادب دي في اي منطق؟ ولذلك تحية لسفير المملكة المغربية في اثيوبيا، يعني بصراحة اشد على يده وعداه العيب مليار مرة. وهذا ما ينبغي أن يكون. العبقاوي لازم ياخد على دماغه لأنه ما تعلمش الأدب، لا يعرف فنون مش فنون، بديهيات التواصل مع البشر ما يعرفهاش. قلة أدب ووضاعة وسخافة وحقارة غير مسبوقة. ولذلك ده لازم ياخد على دماغه عشان يتعلم ان الناس تحترمني احترمك، ما تحترمنيش ما احترمكش، وان التطاول وقله الادب سهل جدا، انما الاحترام هو اللي صعب، وده شيء لا تجيدوه. سفير المملكه المغربيه في اثيوبيا اشد على يده وله الف تحيه. سيد عمر هلال كان في كل فاعليه يسمع الهرطقات ويسكت زمان قبل حادث الجرجرات، وحتى وزير الخارجيه السيد ناصر بوريتا يسمع ما يرد قبل حادث الجرجرات وقبل توتر العلاقات والرمقوه وقله الادب دي. بعد كده بقى يديله نشان، يقول له تقرير المصير، يقول له قرره عندك، ما عندك القبائل عايزه تقرر مصيرها من زمان. قال مش عارف الشعوب المقهوره وما اعرفش ايه، يقول له الطوارق وعندك القبائل شعوب مقهوره برضه. ينقذ بطلوا، جمعوا راسهم ما بقوش يعيدوا الكلام الفارغ ده، لان بيترد عليه في مقتل قدام الامم المتحده وبيلاقوا ان كلامهم صح. بطلوا. ولذلك هؤلاء حتى معانا على مستوى الافراد دلوقتي جمع راسه لما لقى بقى الناس من كل الجنسيات، سعوديين واماراتيين وكويتيين ويمنيين وسوريين ومصريين، كله داخل دلوقتي يشلح فيهم. بداوا دلوقتي ولذلك ارتعشوا والله. صفحات السوشيال ميديا بقت شلحت شنقريحه. كاتب في مجله الجيش قبل كده الفيسبوك واعداء الوطن والمأجورين والمعرفش ايه، شنقريحه عملها في سرواله. هم كده. ولذلك دي اللي بقول لكم فيه بقالي سنه ونص، ان هؤلاء ما ينفعش الكلام اللي كانوا بيخدرونا بيه ذباب شنقريحه ولجانه ويدخلوا على السوشيال ميديا يقولوا انما المؤمنون اخوه. اللهم جمع شمل المسلمين، ادخل بخيط ابيض. ابيض مين واحمر مين يا عم الحاج؟ يحترم نفسه. عدم الرد عليه فهمه ان هو الرجله وهو النيف وهو المعرفش ايه، واعتاد على انه لما يسب الناس فتسكت وتتحاشى هذا الحلوف عشان ما وسخش نفسي معاه انه كده انتصر وانه كده الرجله. لما السياسه دي فشلت وبقى ياخد على دماغه ويتشلح، قلب مش انما المؤمنون اخوه، احنا خاوه لا للفتنه. فتنه مين يا تافه؟
فتنة مين يا تافه؟ ليس لكم إلا إن اللي يعوي منهم، اللي يهوهو منهم، اقلع اللي في رجلك وحطه في فمه، ما يكررهاش تاني. دول أنا أعرفهم جيدا، معاهم بقالي سنة ونص في اللي انتوا شايفينه ده. كلما رحت ميرليفت فقلت اكتب عن ميرليفت وعن جولميم وعن سيدي افني والاماكن دي، اماكن حلوه نوريها للناس كما كنت في الاول قبل ما يجروني للي احنا فيه ده. بقوا يدخلوا في التعليقات: لقد ارتدع، لقد شكيناه مش عارف فين فارتدع، لقد خاف مش عارف ايه. قلت لهم طيب خد تاني، ما حطهم تاني بكوا تاني: ايها فتان انك فتان. يا عم ما انا بعدت عنك وعتقتك لوجه الله اسبوع، ما يمكن كنت اعقل واسيبك في حالك واعتقك عتق العبيد. برضه رحت تويزجي مؤخرا اسذاك وبكتب عن جولميم وعن عادات الصحراويه والكلام ده. دخلوا برضه: لقد جاءته الاوامر الا يتحدث عن الجزائر، لقد الجنه مش عارف الخائن العميل اللي مش عارف ايه. رجعت محط جده بكى تاني بكى تاني. هو كده، هم كده. اسمع مني يا ودي، انا مروضهم زي القرود. انا بقالي سنه ونص بروض في قرود. ما عندك سبيل عبيقه غير سبيل واحد فقط لا غير: تحترم الناس هنحترمك صافي. ما عندك ما تدير غير دي، تستمر في جهادك الفيسبوكي السافل السبابي، هنمحطك ونشلحك كده انت وشنقريحه، وهيزيدوا الناس مع الوقت زي ما زاد. انا كنت بادئ لوحدي كعربي يعني مشرقي لوحدي سنه 2020 اواخر 2020 اوائل 21 لوحدي. النهارده العدد قد ايه؟ اقول لك عشرات بل مئات. النهارده بقى الدنيا كلها بتتفلى عليك وبقيتوا مسخره الامم، واوعدك انك مش هتعدي عليك سنه 23 الا وانت بيضرب بيك المثل في الكلخ، في الشفره، في الخنشله، في كل شيء سيء. وسيعرف العالم، بل عرف العالم، مع من حشرنا الله في الجوار. ده المنهج اللي لازم تتعامل بيه مع عبيقه. تطاول، اضربه باللي في رجلك، يتعدل ويمشي نيشان ويمشي عدل. ولنا تجارب كثيره زي ما قلت لكم، السيد عمر هلال، السيد ناصر بوريطه، غيره، شفنا عملوا معاهم ايه لما بقوا يردوا عليهم الرد بالرد. جمعوا راسهم واتلموا، والناس كلها بدات تعرفهم وتتفرج عليهم. لا تخرج قبل ان تقول فخس على دي بشر. دي الحكايه. اشوفكم على خير.